اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندرية. النهاردة فيديو بقى جايين نتكلم فيه عن فعلا ده يعتبر بالنسبة لي انجاز حقيقي حصل طبعا في اسكندرية. قدرت فيه تتغلب على حاجات كتير جدا، وكان اهمها العشوائية اللي كانت موجودة هنا في ميدان محطة مصر. ميدان محطة مصر زمان يا جماعة لو حضراتكم تفتكروا كان موقف للمحافظات قبل ما يتم إنشاء الموقف الجديد اللي موجود حاليا في محرم بيه. حاليا أصبح ميدان محطة مصر من أهم الميادين اللي اتطورت فعليا. مش هقول لحضرتك في اسكندرية وبس، ولكن خليني أقول لحضرتك إن ميدان محطة مصر أصبح ميدان من أهم الميادين اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية بالكامل. هنشوف الميدان وهنتعرف ايه اللي بيحصل في الميدان دلوقتي، وهنشوف كل التفاصيل. كل ده واكتر هنعرفه النهارده مع بعض باذن الله من خلال الفيديو. كمل معانا الفيديو للاخر. ميدان محطة مصر واللي يعتبر علامة من علامات اسكندرية، وكمان ميدان من أشهر الميادين اللي موجودة داخل المحافظة. خليني أقول لحضراتكم إن ميدان محطة مصر كان ميدان كبير جدا، ولكن طبعا كان يصعب تنظيم الميدان لحد ما طبعا السيد محافظ الاسكندرية أصدر الأوامر والتعليمات بتطوير ميدان اسكندرية أو ميدان محطة مصر. ميدان محطة مصر اتسمى بالاسم ده لأن زي ما احنا عارفين وحضراتكم أكيد عارفين كمان معانا إن ميدان محطة مصر بيحتوي على محطات القطارات. خليني أقول لحضرتك إنك لو جاي طبعا من أي محافظة من خلال وسيلة السكة الحديد من خلال القطر، هتنزل محطة مصر ومنها هتقدر توصل لكل مكان داخل اسكندرية. تم طبعا تطوير الميدان بالكامل، وبعد ما تم تطوير الميدان اصبح الوضع زي ما حضراتكم شايفين. حضرتك بتدخل الميدان وبتخرج منه من الناحية التانية او بتتحرك حسب الاتجاه اللي انت عايزه في اقل من ثواني. في خلال 5 ثواني بالظبط حضرتك بتدخل الميدان بتاع محطة مصر وبتخرج من اي مخرج، سواء حضرتك متجه اتجاه العجمي او هتلف كمان في عكس الميدان وتدخل الاتجاه التاني واللي بيؤدي لاتجاه محرم بيك. خليني اقول لحضراتكم ان شكل الميدان بعد التطوير زي ما احنا شايفين. في وشنا كمان بقى محطة قطارات ابو قير ومحطة قطارات طبعا المحافظات. على ايدينا اليمين في ظهرنا كده موقف جبناه في اول الفيديو، وقدامنا دلوقتي موقف تاني. الموقف اللي قدامنا ده طبعا الخاص بمنطقة الساعة والعوايد، ولو حضرتك كمان رايح شارع ابو قير وبكوس كل المباني اتطورت. واللي احنا شايفينه قدامنا كده على ايدينا اليمين بالتحديد ده السوق التجاري الجديد. طبعا المنطقة بالكامل كانت عشوائيات زي ما حضراتكم عارفين، وكمان كان فيها زحمة جدا جدا جدا. كل ده اتغير طبعا، وكل ده اصبح زي ما احنا شايفين. المكان بقى جميل جدا. حضراتكم شايفين كمان الميدان اللي في المنتصف طبعا تم تطويره تطوير كبير جدا. كمان خليني اقول لحضراتكم ان تم وضع بوابات. البوابات دي طبعا زي ما احنا شايفين العربيات بتدخل وبتخرج من خلال البوابات، وكل بوابة موجود عليها افراد من شركات الامن بياخدوا طبعا كارتة على خروج ودخول السيارات. المكان بقى طبعا تحت مراقبة الكاميرات 24 ساعة. المكان مراقب بالكاميرات يا جماعة 24 ساعة. خليني كمان اقول لحضراتكم ان في كمان موجود عندنا شركة امن. الشركة دي مسؤولة عن تأمين كل مكان في الميدان. خليني اقول لحضرتك وانت ماشي هتلاقي افراد امن منتشرين داخل المحطة، سواء محطة القطر، سواء حضرتك دخلت المواقف، سواء حضرتك دخلت ناحية السوق التجاري. كمان موجود عندنا 2 موقف لأتوبيسات النقل العام. على ايدينا اليمين موجود الخط الاول واللي هو بيبقى معانا مثلا اتجاه البحر ومعانا وصولا لحد ابو قير والعصافره والمنظره والمنتزه والمعموره. على ايدينا الشمال دلوقتي موجود عندنا السنترال الكبير اللي شايفينه على ايدينا الشمال، من اكبر الاماكن الخاصه بالاتصالات داخل محافظه اسكندريه. وقدام السنترال اللي احنا شايفينه ده بقى كمان موجود عندنا الخط التاني بتاع الاتوبيس، والخط ده الخاص بمنطقة العجمي طبعا
ومنطقة غرب كلها معاك بقى الهانوفيل والبيطاش لحد ال21، وكمان عندك لحد برج العرب، وموجود عندك كمان عبد القادر والعمرية. كل ده طبعا موجود في الخط اللي على ايدينا الشمال. محطة مصر اتطورت ودي كانت مهمة صعبة جدا، ولكن الحمد لله تمت عملية التطوير وأصبح الميدان زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة سهلة جدا، وممكن تقدر توصل من أي مكان لأي مكان داخل المحطة بكل سهولة ويسر. تم إحكام السيطرة على مواقف السيارات واللي كانت مواقف عشوائية جدا، كان بيجي أي حد بيدخل وما كانش طبعا في نظام تماما. كل ده اتغير، وهنلاقي كمان مع الوقت تطوير أكتر وأكتر. كمان خليني أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، إن كل موقف عربيات موجود عليه شاشة إلكترونية بتوضح لحضرتك أهم حاجتين. هما أول حاجة فيهم حضرتك لو داخل مش عارف تتجه لفين، هتلاقي على الشاشات الإلكترونية دي مكتوب الخطوط اللي هتلاقيها موجودة جوه الموقف. وكمان مش بس كده، حضرتك هتلاقي كل خط من الخطوط اللي موجودة داخل الموقف مكتوب التسعيرة بتاعتها. ده كده الهدف منه طبعا عشان حضرتك تيجي وتدخل وتركب، هتلاقي بقى التسعيرة مكتوبة، مفيش سواق هيقدر يزود لك طبعا في التسعيرة، لان التسعيرة بتاعت كل خط محطوطة على الشاشة. وبالتالي لو اي سواق او حضرتك اتعرضت لاي زيادة في الاجرة، هتنزل وهتروح للبوابة هتلاقي عليها كشك موجود. الناس دي طبعا اللي بتاخد الكارتة بتاعت المرور من السيارات، هتقول له انا زود عليا الاجره وقال لي هتدفع كذا، وبالتالي طبعا بيتم العمل بلاغ للسواق اللي عمل مع حضرتك الواقعه. حاجه مهمه جدا كمان خلينا نتكلم فيها، اهم حاجه يا جماعه احنا طالبينها من حضراتكم، يا ريت تحافظوا على جمال الميدان وتحافظوا طبعا على الشكل الحضاري اللي ميدان محطه مصر وصل له. نتمنى ما نكونش طولنا عليكم، وما تنسوش طبعا تقديرا للمجهود المبذول اشتراك في القناة، تفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد. دي قناتكم ياسر هيروح فين، القناة خاصة بكل جديد في اسكندرية. كل ده واكتر لسه هتشوفوه معانا، مشروعات وانجازات كتير بتحصل في اسكندرية. خليكم معانا عشان تعرفوا كل خبايا اسكندرية.